السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن كنتم من المتتبعين الجدد لقناة الجديد سبورتس فلا تبخلوا علينا بالاشتراك وتفعيل الجرس. في تصنيف أعدته شبكة قنوات بين سبورت القطرية مع متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، احتل حارس عرين أسود الأطلس ونادي الهلال السعودي ياسين بونو المركز الأول في الاستفتاء المخصص لتحديد أفضل لاعب بالقارة الإفريقية لعام 2023، وحصل بونو على نسبة 48% من مجموع الأصوات المحصل عليها مقابل 26% للاعب المنتخب الجزائري ونادي الأهلي السعودي رياض محرز، فيما تحصل مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري محمد صلاح على 21% من الأصوات. ووضع البرنامج الرياضي الشوط الثالث التي تبثه قنوات بين سبورتس لائحة مختصرة للاعبين المرشحين لجائزة الكرة الذهبية بالقارة الأفريقية، ضمت كل من محمد صلاح، فيكتور أوسمين، ياسين بونو، ساديو ماني، رياض محرز، فينيسيت أبو بكر، أشرف حكيمي، فرانك أنجوسا. وكان الدولي الجزائري رياض محرز قد أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بتصريحات حول أحقيته بانتزاع الكرة الذهبية الإفريقية هذا العام أكثر من الدولي المغربي ياسين بونو حارس الهلال السعودي. وقال محرز لصحيفة ليكيب الفرنسية: فزت بالثلاثية هذا العام مع مانشستر سيتي، وهي كأس الاتحاد الإنجليزي، الدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري أبطال أوروبا، بما في ذلك مع المنتخب سجلت 20 هدفا وصنعت 15 تمريرة حاسمة. وأردف محرز: في المباريات كنت لاعبا أساسيا في الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي، وأقل قليلا في دوري أبطال أوروبا، ولكن خلال السنوات الماضية كنت دائما مهما في هذه المسابقة. هناك نوع من المنطق بمنح الجائزة نتيجة هذا اللقب.